السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في القناة. قبل ما تبدأوا هذا الفيديو ديروا جيم للفيديو وشاركوا هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم وزملائكم. كما على بالكم باللي قطاع الصحة خرج القانون الأساسي. شوفوا من هذا الفيديو ما تزيدوا تبحثوا على حتى فيديو آخر، لأنه هذا هو الفيديو الشامل للزيادات اللي راح تدوها خلال. أي واحد يقدر يحسب الشهرية تاعه بالطريقة اللي راح نمدها لكم، واحد ما يكلخ لك بهذه الطريقة بإذن الله تعالى راح تحسب شهريتك وحدك. نروحوا نحسبوا مع بعض. النقطة الاستدلالية الحالية هي 698 نقطة للشبه الطبي. هذا القطاع الخاص اللي رانا نحسبوا فيه الآن هو تاع الشبه الطبي، 698 نقطة. النقطة الاستدلالية الجديدة يعني بعد بعد إعلان ولا صدور القانون الأساسي رجعت الشبه الطبي عندها 737 نقطة استدلالية. الفارق هو 39 نقطة. إذا نروحوا نحسبوا 4500 على القانون الأساسي نضربوها في الفارق تاع 39 نقطة استدلالية تعطينا 3,316,000. يعني هذه هي زيادة القانون الأساسي، والنتيجة هي الأجر القاعدي. يعني الأجر القاعدي تاعكم راهي لاحظت زيادة، راهي باينة فيه زيادة جديدة. يعني كاين عدة يعني زيادات من بينها الأجر القاعدي. يعني الأجر القاعدي ولا عند الشبه الطبي 3,300,000 هذه اللي حسبناها الآن. الآن نروحوا نحسبوا الخبرة المهنية. كل واحد تهمه تاني كاين زيادة في الخبرة المهنية لكل القطاع تاع الصحة. راح تكون كاينة زيادات في الأجر القاعدي وحتى الخبرة المهنية. الخبرة المهنية واش نديرو؟ نقبضو 295 هذيك تاع النقطة نضربوها في 45 تعطينا 1,327,000. نجمع الأجر القاعدي الأول اللي حسبناه مع الخبرة تعطينا الراتب الرئيسي. ما هو الراتب الرئيسي؟ الراتب الرئيسي هو عبارة عن أجر قاعدي زائد الخبرة المهنية. إذا نروحوا نجمعوا الأجر القاعدي الأول اللي حسبناه ونزيدوا له الخبرة المهنية هذه اللي راهي أمامكم 1,300,000. نلقاو الراتب الرئيسي اللي هو 4,640,000. بهذا الراتب الرئيسي اللي لقيناه الآن نقدروا نحسبوا الزيادة تاع المنح، مثل منحة العدوى، منحة التأهيل. يعني كامل هذوك راح نحسبوهم الآن مع بعض. الآن نروحوا نحسبوا المنح. كما على بالكم كاينه حساب الزيادة تاع المنحة الأولى اللي هي منحة الدعم الصحي اللي كانت 25% للشبه الطبي وأصبحت 50%. نضربوا الأجر القاعدي إلى الأجر الرئيسي اللي حسبناه اللي درنا الأجر القاعدي زدنا له الخبرة المهنية لقينا الأجر الرئيسي. هذاك الأجر الرئيسي نضربوه في 50% تعطينا 2,300,000. الحساب المنحة الثانية واللي هي منحة العدوى كانت 25% للشبه الطبي وأصبحت نسبة 40% للشبه الطبي. حكم الأجر الرئيسي اللي متكون من الخبرة المهنية والأجر القاعدي ونضربوه في 40% تعطينا 0.4 نحسبوها تعطينا 1,857,000. الآن نروحوا مع بعض. المنحة التقنية يدوها صنف 12 راهي في الجريدة الرسمية. دروك تروح تشوف الجريدة الرسمية تلقى باللي هذه المنحة التقنية يستفاد منها اللي من صنف 12 فما فوق وتقدر بنسبة 10%. يعني اللي الصنف 7 6 10 11 هذو ما يستفادوش من هذه المنحة اللي تقدر بنسبة 10% من مبلغ تاع الأجر الرئيسي. إذا الأجر الرئيسي اللي متكون من الأجر القاعدي ومن والخبرة المهنية جمعناهم لقينا الأجر الرئيسي 4,644,000 نضربوها في 10% راح نلقاو 4,644,000. عفوا راح نلقاو 4,644. نجمع كل المنح هذه اللي لقيناها مع الأجر القاعدي الأول. يعني نجمعهم كامل. هذه المنح التقنية، منحة التقنية هذه خاصة قلت لكم بصنف 12 فقط، ومنحة التأهيل والعدوى الدعم الصحي كامل تستفادوا منها. جمعنا منحة الدعم منحة العدوى وزدنا الأجر الأول أجر قاعدي لقينا 100,000 دينار جزائري اللي هي 10 ملايين. هذه 10 ملايين ما يديهاش كامل بزاف اللي راهم يقولوا الآن الفرملي راه يخلص 10 ملايين. راكم غالطين. على بالكم باللي الراتب تاعكم يدوا منها الضريبة يدوا منها التقاعد كامل نطبقوا عليها الاقتطاعات. كاين بزاف اقتطاعات حول هذا المبلغ منها ضريبة. هذه 10 ملايين تبقى له منها نقولوا منها الضريبة لكم نلقاو 100. نقصوا الضريبة اللي هي 1,700
و24,000 نجد 7,391,000، يعني 7,400,000. هذه 7,400,000 هو الراتب الجديد للشبه الطبي. هذاك الراتب الجديد نقصوا منه الراتب القديم. الراتب القديم كان 5 ملايين وحاجة، نلقاو 1,700,000 زيادة، يعني كان يخلص 5 ملايين وحاجة قليلة، الآن راه يخلص 7 ملايين وقريب 400. الزيادة الصافية النات هي 1,700,000. بالبركة عليكم، ما نحسدوكمش، ربي يزيدكم ويزيد كامل المؤمنين بإذن الله تعالى. هذا إجابة على طلبات تاع المتابعين، رغم أن المتابعين راه عدد قليل، ولكن نهتم بالمطالب تاعكم. خلوا لي آراءكم نتوما في التعليقات، وخلوا لي المطالب تاعكم والأسئلة تاعكم، بالطبع راح نجاوب عليها. قلت لكم ما تنساوش ديروا جيم وابونيو القناة باش تكبر العائلة تاع بوليتيك دي زاد. اخوكم احمد في الله.